السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. علشان كده ربنا يبارك لنا في الفيديو ويحنن قلبكم عليا كده شوية. مع انها بصراحة يعني انا مبسوطة جدا جدا جدا، تعليقاتكم جميلة والقناة الحمد لله انتعشت بفضل ربنا الأول ثم فضلكم. واقدم لكم فيديوهات حلوة وتشجعوني كده. يعني الكومنتات الحلوة اللي بتشجعوني بيها دي انا مبسوطة بيها جدا 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 والله. خصوصا الناس اللي كلمتني من البلاد العربية، ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك في اي حد قال لي كومنت حلو او انتقدني بطريقة مش حلوة. انا مش زعلانة منه برضو يعني، ده رأيه. وانا مش زعلانة منه خالص والله. انا مش بزعل من اي كومنتات، بالعكس انا باخد بالي الفيديو اللي بعده ان انا مثلا ايه، اشوف هو قال لي ايه وانا اخد بالي. خارجه هروح عند ماما، هنشوف بقى هناك هتعمل ايه واساعدها عشان هي جايبه شويه حاجات كده وهساعدها فيها. خلاص لبست اهو وجهزت ورايحه لها دلوقتي. فطبعا الام دي حاجه كبيره جدا، الواحد ما يقدرش يعني يزعلها ولا يقعد فتره طويله من غير ما يشوفها ولا اي حاجه. تمام، فيا رب يخلي لنا امهاتنا يا رب. حد كده هو بيتفرج على الفيديو يا ريت يعمل لي لايك ويتفرج على الفيديو من اوله لاخره وما يسرحش الفيديو. وكمان ويكتب لي اي كومنت اي كمان. اللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس على الكل ويخلي كل بيته يشترك معايا في القناه. اشوفكم بقى ايه بعد شويه اما اروح عند ماما. يلا سلام عليكم. بصوا كده بقى، انا رحنا عند ماما لقيت جايبه شويه حاجات كده من السوق، هنعمل اكل بقى وهيصه وزنبليطه كده كالعاده يعني. الحمد لله ربنا كده يخليها لنا ودايما مجمعانا في الخير. دي سبانخ هي قطعتها وقالت لي اغسليها عشان هنجففها. هقطع. بعد ما اتقطعت يعني حطيناها في ميه وطبق كبير كده علشان تنزل كل الطينة اللي فيها. وانا كده باخدها من فوق الوش، وبعد كده هصفيها من المية. باخدها كده هحطها في المصفى تتصفى شوية، وبعدين هحطها بقى المرة دي هجرب ايه، طريقة جديدة لتجفيف السبانخ. هحطها كده من غير اي حاجة في الحلة، بحيث ان انا اقعد اقلبها لغاية ما تهبط خالص كده والمية اللي فيها تنزل، وبعد كده اصفيها. الطريقة دي جديدة يعني. بصوا ده كده الطحينة اللي كانت نازلة منها، عشان كده بنقول ان احنا ايه ناخدها من فوق الوش كده ونصفيها. الطريقة دي انا شفتها في قناة. طبعا انتوا هتقولوا لي بقى بتقلديهم عشان هم دول اللي عملوا ايه الطريقة ديت، اللي هي الشيف صدفة وياسمين جاد. اه يا ستي انا بقلدهم. هتقولي لي كده بتقلديهم عادي يعني. هي مش حكاية تقليد، احنا بنتعلم من بعض. يعني انا بتفرج على قنوات تانية وهم بصراحة انا بحب اتفرج عليهم. صدفة جاد وسعاد جاد وياسمين جاد ومطبخ فاطمة بحبهم بصراحة يعني. بحب اتفرج عليهم، فانا لقيتهم ان هما بيفرزوا السبانخ بالطريقة ديت، فقلت اجربها. هتقولوا لي يا قلودة بقى وبتقلديه ومش عارفه ايه. عادي يا جماعة، احنا بنتعلم من بعض. امال احنا فاتحين القنوات ليه وانا بتفرج على قنوات تانية ليه وانتوا بتتفرجوا عليا ليه؟ علشان كل واحد يقدم حاجة هو بيعملها بطريقته، فالناس تتعلم من بعضها. تمام. ممكن انا اكون بعمل بطريقة، ممكن احط حاجة جديدة، ممكن الاقي بعمل حاجة غلط حد تاني بيعملها حاجة صح كده يعني. كلنا بنتعلم من بعض، فقلت اجربها المرة دي كده اهوت ونشوف. خلاص. طيب ادي المية اهي، بتتصفى منها وهبطت خالص خالص اهي، بقت تقريبا ربع الحلة. فابتدي بقى ان انا اصفيها في المصفى اهي، وبعد كده هو اخليها تتصفى خالص، وبعد كده بنحطها في اكياس بقى. وتحطي الكيس بتاعك على قد المكان اللي عندك في الفريزر. تمام. وعلشان تبقي عارفاها يعني تعلميها كده او تكتبي عليها. انا عملتها رول. عملتها رول ليه؟ عشان افرقها، لان في حاجات في الفريزر كتير بتلخبط ما بينهم. يعني في خضره، في ملوخيه، في يعني فبتلخبط. فعملت ده رول كده اهوت، وعشان كمان المكان اللي كان فاضي كان حته طويله كده في الدرج عامله زي الرول كده، فعملته كده اهوت واحطها. طيب كده خلصنا السبانخ الحمد لله. تعالوا بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه. دي بقى المفاجأة الكبيرة اللي انا كنت بأجلها لكم اخر الفيديو. احنا هنعمل حواوشي. حواوشي ايه بقى؟ حواوشي فراخ. حواوشي فراخ. لان احنا يعني احنا عندنا ناس كتير ما بتحبش اللحمة، منهم انا
باكلش لحمة خالص ولا اي حاجة من منتجات اللحوم، ولا كبدة ولا سجق ولا كباب ولا كفتة ولا حواوشي ولا بسطرمة ولا لانشون ولا اي حاجة. فاحنا هنا بنجيب البانيه بنعمله من نفس الطريقة بتاعة اللحمة بالظبط. يعني بنحط عليه طماطم، اسمها ايه دي، فلفل، بصل، توابل، وبحطهم في الكبة وبنطحنهم، نفرمهم يعني لغاية ما يبقوا ناعمين كده. ونحط عليهم بقى شوية توابل وكده، وبعد كده هو بقى ايه، بنبتدي نحطهم في الرغيف علشان نعمل حواوشي. بس احنا هنا، انتوا هنا بتصبعوا كفتة. هي هنا الحاجة كانت بتعمل كام صباع كفتة كده عشان ابن اخويا ما بيحبش ياكل الحواوشي، بيحبها كده كفتة. فهي عشان ما تزعلهوش طبعا، ومش معقول كلنا ناكل وهو يقعد يتفرج علينا، فعملت له كام صباع كفتة كده، وعملت له بقى ايه صوابع وكور. وطبعا راحت عملت لكل واحد بقى فينا، اللي عملت له صباع اللي عملت له كورة، علشان ايه ما نبصش الولد يعني في اللقمة اللي هو بياكل. فده كده هو الكفتة. برضو الكفتة طلعت جميلة جميلة والله، يعني ممكن ان احنا نجيبها ونعمله كفتة. بصراحة يعني الأكل ده لا يعلى عليه، الحواوشي طالع لا يعلى عليه والله يعني. كان في منتهى الروعة. وبعدين احنا بنعمله بطريقة حلوة، يعني بتبقى مناسبة لينا، يعني عشان ما بنحمرهوش في الزيت. يعني هوريكم دلوقتي. بصوا، بنفتح الرغيف، ده رغيف بقى سياحي، بنجيبه عشان بيبقى خفيف يعني كده وبيتفتح. وبنفتحه نصه كده، بنفتحه. احنا بنعمل رغيف كامل، في ناس بتعمل الرغيف نصين، لا احنا بنعمله كامل، نفتحه كده ونحشيه بالفراخ، نملاه بالفراخ المفرومة. طبعا الفراخ بتبقى نية، بنملاه بقى كده، وكل واحد بيملى رغيفه. في ناس عايزة طماطم عليه نقطع لها، في ناس عايزاه كده براحته، يعني كل واحد ايه براحته. طبعا احنا جايبين عدد كبير لان احنا كلنا متجمعين ما شاء الله، وكل واحد بقى مش هياخد له رغيف ولا اتنين، الحمد لله. يعني فعلشان الايه الاكل يبقى يسد الجوع اللي احنا فيه. وبصراحة الاكل بيبقى طعمه حلو قوي، يخليكي تاكلي زيادة حتى لو انت شبعانة. النفس يا جماعة، النفس واللمة والحب والخير والهيصة والولاد، كل ده بيخلينا ناكل. يمكن احنا بناكل هنا اكتر ما بناكل في بيوتنا. تمام. هوريكم كده العيش اهو، ده بيكون ده كده اللي اتعمل. وطبعا بقى بتبقى الفرن شغالة، بناخد بقى نسوي فيها رغيف رغيف كده هو، او يعني ناخد رغيف رغيف ونبدأ ندهنه كده بالزيت من فوق ومن تحت، ونبدأ بقى نحطه فين في الفرن. طبعا عدد كبير اهو. متنسوش يا جماعة بقى زي ما قلت لكم اول فيديو، تحطوا لايك للفيديو وتتفرجوا على الفيديو كامل. ويا ريت يا ريت يا ريت تتفرجوا لي على الفيديو من غير ما تسرعوه، ويبقى الفيديو كامل. تمام. ده كده الحواوشي. احنا طبعا عاملين كمية علشان يكفي ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب. ويجعل الخير في بيوتنا كلنا يا رب. ده كده رغيف فاضي اهو، بوريهولكم مفتوح ازاي. طبعا عايز يفتحه بالسكينة، عايز يفتحه بايده، بالمقص، بطريقتك انت بقى براحتك. احنا بنفتحه بايدينا كده على طول يعني بصراحة. في ناس بتفتحها بالمقص، في ناس بالسكينة، براحتك بقى حسب ما انت بتاكليه. في ناس بتقطعه نصين، كل واحد بقى ايه براحته. طيب، بنجمع كذا رغيف كده اهوت وندخله الايه الفرن. بصوا بقى يا جماعة، حواوشي الفراخ ده يعني جربوه والله احلى من حواوشي اللحمة. هتقولي طب ما انتي ما بتاكليش لحمة دلوقتي. الناس اللي كلوا لحمة وكلوا فراخ عجبهم قوي قوي اللحمة اكتر من، قصدي عجبهم قوي الفراخ اكتر من اللحمة. فجربوه هتلاقوه طعمه حلو قوي. دي الكفتة اهي، كنا عملنا بقى منها كتير، وادي هو دخلنا كام واحد كده الفرن. بس ده نسيت ان انا ادهنه زيت، ف هنعوضها بقى في اللي جاي. هندهن اللي جاي اهو، بندهنه كده بفرشة، تدهني الزيت من فوق ومن تحت. علشان ايه؟ يعني ما يبقاش ناشف كده، يبقى مدي لمعة. لان في ناس بتحمره في طاسة على البوتاجاز في الزيت، بس بصراحة بيبقى شارب زيت قوي وبيبقى تقيل. لكن في الفرن هنا بيطلع جميل، وبتقدري تتحكمي فيه. يعني لو عايزاه ناشف عايزاه طري براحتك، بتقدري ان انت تتحكمي فيه، لان انت كل شويه بتبصي عليه
فبتشوفيه بقى ناشف طري، تقلبيه على الوش التاني كده يعني. فبتبقي متابعاه وتقدري تحكمي فيه في الفرن، وبيطلع خفيف بقى، ما بيبقاش شارب زيت بقى وكده، فبيبقى صعب قوي. هنا الفراخ الكفتة استوت من تحت، طلعناها فوق كده على الشواية علشان تاخد لون، وحطينا الايه الفراخ كده بقى طلع اهو. طبعا اللي بيطلع بقى ما بيقعدش بيتاكل، يعني انا مصوره لكم ده بالعافيه قبل ما يتاكل. ده كده البنات الحلوين دولت ولاد اخويا الصغنططه والكبيره. نص الكبيره عملت ايه، يعني من كتر حلاوته تقول لي انا هغمسه. قلت لها يا بنتي هتغمسي ازاي؟ قالت لي انا بشوف الناس بيحطوا رغيف الحواوشي جوه رغيف فاضي، فعملته كده. قالت لي عشان قصدي اشبع وعشان هو طعمه حلو جميل. والتانية بتحاول تقشر فيه، اتقطع فيه. الصغنططة الجميلة دي بتحاول تقطع فيه. خلاص يا ناس على العسل، ماسكة السكينة بقولها حاسبي تعوري، تقولي لا مش هتعور انا هعرف، وبتقلد اختها. بصوا يا جماعة، احنا بقى ايه، انا كده هوصل معاكم لنهاية الفيديو عشان نروح ناكل الحمد لله. الحق لي رغيف كده ولا رغيفين. طبعا انا دقته وكلته طعمه تحفة جميل يا جماعة، فهروح بقى ايه قبل ما يتاكل. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم معايا النهاردة، وبإذن الله كده هو تتابعوني في القناة وعلى طول كده تدوني رأيكم في القناة. استودعكم الله واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.